السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية يا إخوان، أينما أنتم أينما كنتم مهما تكونوا تحبوا طائر الحسون. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم إن شاء الله تعالى عنوان الفيديو تبعنا: متى ينتهي موسم تكاثر أو تزاوج الحسون داخل السلكات أو داخل الأقفاص؟ بناء طبعا على طلب أخونا أبو مهند اللي زي ما ظهر أمامكم في التعليقة، وأخونا يوسف كمان طلب مني يعني أذكر متى ينتهي موسم تزاوج الحسون. طبعا قبل ما نبدا في الموضوع، وطبعا انه راح ان شاء الله يكون واضح ومختصر قدر الامكان ان شاء الله. يا ريت تضغطونا بس لايك للفيديو، خلينا نستمر احنا ونجي اياكم ان شاء الله، نستفيد من بعض ونتعلم من بعض. انا نتعلم منكم وانتم تتعلموا من خبرة المتواضعة. طبعا يا اخوتي، زي ما بتعرفوا هنالك اطار عام لتكاثر الحسون داخل، يعني اطار عام كيف يعني بشكل عام هنالك وقت لتكاثر الحسون داخل السلكات او الاقفاص. انا راح اذكر بشكل عام وقتيش يعني بيبدا تقريبا، وقتيش بيبدا ومتى بنتهي، لكن ليس هناك قاعده محدده ان اقول لك والله بنتهي في شهر كذا وكذا، لكن هنالك تقريبا اطار عام للموسم انتاج الحسون. بشكل عام الحسون بيبدا بشهر 3 وبنتهي بشهر أو نهاية شهر 7 تقريبا هيك. لكن هناك يا إخوان عدة قواعد أو عوامل بتحكم نهاية كيف يعني قديش بنتهي. يعني ممكن أنا يتأخر عندي لبعد شهر 7 الإنتاج، وأحيانا ممكن ينتهي قبل شهر 7 أو حتى ممكن في شهر 6. شو هي العوامل؟ نتطرق لها أنا وياكم إن شاء الله، اللي هي 4 عوامل إن شاء الله راح نفصلها وكل واحدة على حدة. وأول عامل يا إخوان اللي هو متى بدأ الحسون عندي في الإنتاج. كيف يعني؟ الأنثى اللي بدأت في شهر 2 مثلا أو بداية شهر 3 مش راح تكون زي الأنثى أو الزوج يعني اللي بدأ بشهر 5. يعني بتكون تعبانة. يعني أنت يوم تصل لشهر 6 أو 7 ممكن تنتهي في شهر بداية 7، لأنها أنتجت مبكر، فممكن تنتهي مبكر. هذا العامل الأول. متى بدأ عندك موسم تزاوج؟ ممكن في ناس بدأ عندهم شهر 5، طب يعني ممكن شهر يعني شهرين الموسم وخلاص يوقف. لا، بإذن الله تعالى ممكن يستمر بعد شهر 7. حتى في البعض بيظل عندهم لشهر 8 و9 إذا تأخر عندهم الإنتاج، يعني في بداية الموسم بسبب تقلبات الطقس أو بسبب ظروف معينة داخل السلاكة. الأنثى كان الذكر أو الزوج كان يعني جديد، يعني عدة عوامل يعني أو كان صغار في العمر، يعني الزوج أو الأنثى أو الذكر أي واحد منهم. فهذا العامل الأول اللي هو متى بدأ موسم تزاوج عندي. العامل الثاني يا إخوان اللي بيحدد قديش بينتهي عندي موسم تزاوج اللي هو درجة الحرارة. يا إخوان درجة الحرارة بتلعب في الدورين، في متى يبدأ ومتى ينتهي. إذا درجة الحرارة بلشت عندك، يعني كان الجو عندك دافي في بداية الموسم، ببلش عندك الحسون بشكل عام يعني والله أعلم ببلش بدري، لأن الحرارة إلها عامل ودور كبير في الإنتاج الحسون مبكر. وكمان يا إخوان إلها عامل ودور كبير في انتهاء موسم الحسون. يعني خلينا نقول في دولة من الدول درجة الحرارة تصل عندها في شهر 6 40، يعني فوق 35. ممكن ينتهي موسم الحسون في شهر 6، يعني خلص الحسون يدخل في غيار ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة. صار درجة الحرارة فوق 35 ل 37 38 لعدة أيام، 10 أيام أو 5 أيام 6 أيام ورا بعض 40 درجة الحرارة، مثلا زي إخواننا في العراق، إخواننا مثلا في ليبيا مثلا، أحيانا بيجيهم في مناطقهم بعض المناطق حارة جدا. ممكن يدخل عندهم الحسون في غيار ريش، وبالتالي إذا دخل الحسون في غيار ريش يعني انتهاء موسم التزاوج. فدرجة الحرارة تلعب دور في وقت يعني أو استمرارية إنتاج الحسون. كمان الجو يعني المعتدل، يعني اللي بارد نوعا ما، مش بارد لكن يعني معتدل نوعا ما، مثلا بضلها درجة الحرارة في شهر 6 و7 30 31 29 28 ترتفع يوم، بظل ايش اهون ما ترتفع يعني ل 37 و38 و40. فاللي بظل عندهم طقس والله اعلم درجه حراره معتدله نوعا ما، برضه بيستمر الحسون ممكن يستمر لشهر 7 و8 و9 في الانتاج. العامل الاخر يا اخوان اللي هو درجة حرارة الغرفة والتهوية ومواد البناء اللي استعملت في بناء الغرفة. كيف يعني؟ خلينا أرجيكم. أنا عندي مثلا هاي شايفين هنا عندي ألواح زينكو اللي محشي كلكل المعزول،
هذا محشي كلكل معزول. طب انا لو عندي خلينا نقول الواح حديديه اللي هي مش معزوله بالكلكل، طبعا الكل بيعرف هو الكلكل اللي هو مواد العزل. طب انا لو مش موجود عندي بس السقف حديد، طب الشمس بضلها على فوق السلاكه مثلا طوال النهار، طب انا شو بصير عندي؟ بصير درجه حراره حتى لو عندي خلينا نقول درجه حراره 30 يعني برا، وبس جوا الغرفه راح تلاقي درجه حراره عاليه. ليش؟ لان هذا الزنك بيجلب الحراره اللي هو الحديد فقط، وعدم وجود تهويه كمان يا اخوان. يعني مثلا انا ما في عندي شبابيك خلينا نقول مثل هيك مثلا، انا هاي الحمد لله 40 عندي شبابيك، بفتح شبابيك وعندي عزل في السقف، وعندي عزل كمان خارج زي ما ورجيتكم هاي اللي ظهر امامكم يا اخوان في الفيديو، اللي هو طبقات الخشب زي ما وضعت طوب، بعدها حطيت كلكل، بعدها صويت الخشب اللي هم ظاهر امامكم. فهذا مسوي عزل داخل السلاكه في فتره الصيف، والسقف عندي معزول، وعندي تهويه الحمد لله رب العالمين، حتى اني اتغلب على مشكله الحراره. فانت يوم تبني سلاكه لازم تفكر في مشكله الحراره وكيف تتجنبها، مش بس تفكر مثلا في الشتاء او مثلا تفكر في فتره الربيع، بدك تفكر في الشتاء وفي الربيع وفي الصيف والخريف كيف تتعامل مع حسونك وكيف يكون درجه الحراره. فاذا كانت درجه الحراره عندك مرتفعه داخل السلاكه بسبب عدم العزل الجيد، ممكن الحسون عندك يدخل في غيار مبكرا وتنتهي عندك موسم تزوج ممكن قبل شهر 7 وقبل شهر 6 كمان يعني. فهذا العامل الآخر اللي بيحدد متى ينتهي عندي موسم التزاوج. والعامل الرابع يا اخوان والاخير ان شاء الله تعالى، هذا ما يستذكرني طبعا، اذا في احد عنده اي اضافات يا ريت يكتب لنا في التعليقات، وان شاء الله بنرد عليه وبنتذكر احنا وياه. العامل الاخر هو الخصوبه. خصوبه كل زوج الى سبحان الله خصوبه. في ازواج او حتى هو يعتمد الاكثر شيء على الاناثه كمان. كل زوج او كل انثى او كل ذكر، يعني مثلا في اناثه بتلاقيهن عملن عش او عشين وخلص ما بيعملن، حتى لو سحبت من تحتهن الفراخ خلص طبيعتهن هيك. في اناث سبحان الله بيعملن عش وعشين وثلاثه واربعه وخمسه، وممكن يوصل عندك في البعض 6 اذا سحبت من تحتيهن، يعني وضعت تحت كنار او حطيتهن الاطعام اليدوي ممكن يعمل عندك 6 ويستمر لنا شهر 7 و8. سبحان الله كل طير حسب كيف احنا البشر. في نساء ورجال عندهم يعني خصوبة، في أحيانا النساء ولادات يعني سبحان الله بلد 4 و5 و7 و10، في النساء بلد 1 بضلهن عليه أو 2، فيش سبحان الله عندهم خصوبة. كذلك عالم الطيور والحيوانات حاشاكم ورفع الله من قدركم، يعني هذا كمان بينطبق عليهن الخصوبة عند كل زوج أو كل عند أنثى حسب التغذية اللي أنت بتغذيهن إلهن، وحسب طبيعة الأنثى جيناتها. يعني جيناتها كيف اجت من طبيعتها، يعني هذا الانثى بتبيض 5 بتبيض 4 وتستمر وعندها قدره للاطعام وللبيض، ويعني عندها طاقه وحيويه وجسمها قوي. فهذا العامل بيحدد متى ينتهي عندي موسم تزاوج الحسون. فممكن يستمر هذه الانثى تستمر عندك لشهر 7 و8 وهي تنتج عندك. ليش؟ لان خصوبتها قويه، فعشان هيك تستمر عندك في الانتاج. طبعا هذول هن العوامل الاربعه الفرعيه، وقلنا لكم في عوامل اساسيه، وقلنا لكم في اطار عام اللي هو شهر 3 تقريبا، وفي ناس بيبدا عندهم شهر 2 حسب التدفئه او حسب الجو قلنا لكم، وفي ناس بنتهي عندهم في شهر 7، وفي ناس قبل شهر 7، وفي ناس بعد شهر 7 لشهر 8 و9، وفي ناس يعني انا احد الاخوه يعني يقولوا لي شهر 9 و10 يشتغل عندهم الحسون. فهذا قلنا لكم العوامل هذه اللي بتحدد متى ينتهي موسم التزاوج. عشان هيك انا حبيت اجاوب في الفيديو لان الموضوع طويل. اذا اعجبكم الفيديو يا اخوان ما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.